عمرك ما هتشوف العيش اللي متغرق في اللية ده ولا طاسة الكبدة والسجق الغرقانين في بحر ليا غير في المكان ده. فاحنا كل ما ننزل القاهرة لازم نيجي عند ابو كريم عشان ناكل من عنده احلى شوية كبدة وسجق، فيلا بينا. وابو كريم اقدم حد في مصر الجديدة في ميدان الجامع في هارون الرشيد، بيعمل كبدة وسجق من 50 سنة. هو اول حاجة بيعملها بيحط في الطاسة اللية، وبعد كده بيحط السجق يتحمر، وبعد كده بينزل بالكلاوي في الطاسة وبيقلب السجق والكلاوي مع اللية، وبينزل بقى بالكبدة المتقطعة شرايح في الطاسة مع الحاجات دي كلها، وبينزل بالفلفل المتقطع الحامي، وبعد كده بينزل بالبصل المتقطع جوليان، ويقلب بقى الطاسه. وانا عايز اقول لكم ان الريحه كانت مجرمه بجد. وبيحط التوابل والملح وبيغرق العيش في الليه علشان الناس بتجيله مخصوص عشان العيش اللي في الليه دوت وطعم الكبده الجامد عنده. وطبعا الاكله دي ما تحلاش غير بكيس شيبسي. ده بقى اللي احنا جايين له مخصوص، العيش اللي متغرق في الليه، حته من السجق، حته من الكبد والكلاوي. دي بالنسبه